الكوميديان الشرير جوكر السينما المصرية ستيفانو دي روسيتي، صاحب اشهر افيهات في السينما المصرية. ولا ايه؟ يخرب بيتك وبيتك يا ملك هانم. رائد من رواد السينما المصرية اللي انضم لها كمخرج ومؤلف وممثل ومونتير، ليس له شبيه ولا بديل ولا منافس في تاريخ السينما المصرية. ستيفان اتولد يوم 16 نوفمبر سنة 1891 من أب نمساوي كان سفير النمسا في القاهرة، وكان من العائلة الملكية النمساوية، وأم أرستقراطية إيطالية، ولظروف انفصلوا واتقطعت العلاقات، وقررت تقعد هي وابنها في مصر. وفي مدرسة الخديوية الثانوية انضم لفريق التمثيل، وبعد ما خلص البكالوريا أمه اتجوزت. من طفولته عاش ظروف صعبة واضطر ينفصل عنها، قرر يسافر أوروبا، درس تمثيل هناك. بكرة تروق وتحلو. تشرب قهوة يا عادل بيه؟ هعملها لك بإيدي. في مصر بدأ في فرقة عزيز عيد اللي انبهر بإتقانه للغات، وبعدها راح فرقة نجيب الريحاني اللي حقق فيها نجاح كبير، وبعدها شارك في تأسيس فرقة رمسيس مع يوسف وهبي اللي قابله في إيطاليا. ستيفان كان له مكانة خاصة عند يوسف وهبي بسبب إتقانه 3 لغات، إنجليزي وفرنساوي وإيطالي. كان بيترجم الروايات الأجنبية اللي حققت نجاح على مسرح رمسيس، تنقل ما بين الفرق المسرحية الكبيرة في مصر، وكان له مكانة فيها. انت داخل في عقلك انك تعرف تضحك على زكي بشاكها؟ اوهو قول لنفسك انت مش حلو زكي بشاكها. ستيفان مخرج اول افلام في السينما. في بدايات السينما في مصر كانت ام السينما المصريه عزيزه امير قررت تنتج اول فيلم روائي طويل صامت. اتعرفت على مخرج تركي اسمه وداد عرفي جاي بروايه اسمها نداء الله، قررت عزيزه تنتجها ووداد يخرجها. طبعا في الاخر الشغل طلع كفته، وطلع لا بيعرف يخرج ولا حاجه، حصل خلاف ما بينهم. طيب والعمل يا شفيق؟ مفيش بقى. انا مضطر الجا للترتيب الشديد. قررت عزيزة تلجأ لستيفان روستي اللي أعجبت بثقافته عشان يخرج الفيلم. كانت عزيزة وقتها لجأت للصحفي أحمد جلال يكمل معاها الفيلم. عزيزة وستيفان وأحمد جلال اشتركوا في إعادة صياغة الفيلم اللي بقى اسمه ليلى، وستيفان أخرج الفيلم، وبقى ستيفان روستي أول مخرج لأول فيلم روائي طويل صامت مصري، فيلم ليلى، اللي اتعرض يوم 16 نوفمبر سنة 1927 يوم عيد ميلاد ستيفان روستي. حضر العرض رجل الاقتصاد الأول طلعت حرب باشا، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين. سنة 28 ستيفان أخرج فيلم صامت اسمه البحر بيضحك، إنتاج أحد رواد المسرح اللي اتجه للسينما أمين عطلة، وكان بيعتبر الفيلم رقم 5 في تاريخ السينما المصرية. في الوقت ده كان نجيب الريحاني نجح نجاح كبير في المسرح بالشخصية اللي ابتكرها كشكش بيه. ستيفان روستي عرض عليه إن الشخصية تتعمل فيلم، وبالفعل ستيفان أخرج أول فيلم للريحاني في السينما، فيلم صاحب السعادة كشكش بيه سنة 31. الفيلم كان صامت. سنة 35 قدم فيلم عنتر افندي وكان تأليفه واخراجه. ستيفان اخرج لأم السينما المصرية عزيزة امير فيلمين تانيين، فيلم اسمه الورشة سنة 40 وابن البلد سنة 42. سنة 45 اخرج فيلم اسمه جمال ودلال، كان بطولة فريد الأطرش والراقصة بيبة عز الدين، وكان في الفيلم ليلى فوزي وعباس فارس. وفي نفس السنة اخرج فيلم اسمه احلاهم، كان بطولة محمد كمال المصري الشهير بشرفانطة. قرر ستيفان يكمل في مجال التمثيل، اشتغل عدد كبير من الافلام، وساب بصمته في كل فيلم بشخصيته المنفردة المتميزة اللي قدمها. في السينما كانت بدايته فيلم ليلى سنة 27، واخر افلامه كانت اخر شقاوة وحكاية نص الليل سنة 64. رحل صانع السينما العبقري ستيفان روستي يوم 22 مايو سنة 64 نتيجة ازمة قلبية مفاجئة وهو قاعد على مقهى سفنكس في وسط البلد، وهو بيلعب طاولة مع اصحابه سايب ثروة عبارة عن شيك ب150 جنيه، دفعة أخيرة عن فيلم حكاية نص الليل وشوية فلوس فكة. الله يرحمه. تابعونا.